وكمان في ليبيا عشان الإعصار اللي حصل أخيرا. لكن الحقيقة الست ليلى طلعت قالت موضوع الزلزال بتاع المغرب ده من فترة واتكلمت عنه، اتكلمت عن أحداث كتير بتحصل، فبقى الناس عندها حالة من حالات الهلع. يا ترى دي طلعت أول امبارح قالت إن آخر 3 شهور في سنة 2023 أسوأ 3 شهور يمروا على العالم، في طوارئ في المطارات، في اغتيالات، في فالناس بقت تبص على الست دي. حصل هجوم على صفحتها من الناس والمشاهدات، لان الناس بدأت تفكر يا ترى الكلام ده بجد، يا ترى الكلام ده ممول، يا ترى في وراها جماعات معينة، لدرجة انهم قالوا الزلازل دي ما هياش طبيعية صناعية بأسلحة معينة. الأعاصير بنفس الشيء. حصل نوع من أنواع النقاش الغريب حوالين هذا الموضوع، والحقيقة كل الناس في حالة من حالات الترقب للي بتقوله. الكلام ده ايه معناه وبيحصل ازاي، وهل يا ترى فعلا في كده، في تنبؤات كده ممكن تحصل؟ عشان نتكلم في الموضوع ده معايا ومع حضراتكم الأستاذ أحمد شاهين خبير الفلك. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور يا فندم. مساء الخير عليك. أهلا بحضرتك. يا ترى يا أستاذ أحمد التنبؤات اللي بتقولها السيدة ليلى عبد اللطيف وبتتحقق دي ليها سند علمي ولا الموضوع ازاي؟ والله هو يعني في بيتحقق وفي كتير ما تحققش. الناس شافت اللي اتحقق. وفي امثله، لكن هنقول كمثال على علم الفلك ازاي بيتحقق. اولا السيده ليلى عبد اللطيف هي اصلا قالت انا من طريق احلام مش فلك، يعني انا اتجاهي مختلف خالص. هي بتقول انا بشوف احلام او الهامات بناء عليها، بس انا عندي في علم الفلك او علم التنبؤات مفيش الكلام ده. يعني دي رؤى هي بتشوفها يعني؟ لا يا ريت، هي بتقول في الهامات، هو طبعا مش الهامات، هي بتبقى حاجات مكتوبه الى اخره، لكن دلوقتي في ناس كتير هي بتقرا من ورقه، انا بشوفها بتقرا من ورقه. ايوه حاجات مكتوبه ليها. لكن بنتكلم كعلم الفلك اللي هو احمد شاهين بيقوله، اللي هو علم الفلك ازاي اتنبأ بيه، مش الهامات بقى ولا مندل ولا فنجان. علم الفلك يا سيدي الفاضل هو عباره عن هندسه فلكيه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ربنا خلق الكواكب والنجوم في السماء بتعمل اتصالات معينه في الفلك، تمام؟ معاك اتفضل. فالكواكب والنجوم دي اللي ربنا خلقها، اللي هي المريخ والزهره والمشتري الى اخره، اضافه طبعا للنجوم الثابته، لما بتتواجد في زوايا معينه في السماء من خلال اتصالات بقى، دي علم هندسه، علم رياضه، اتصالات فلكيه سعيده او نحيسه. اتصال مثلا ترين 120 درجه ده تناوم مفاح، يحدث كذا كذا كذا. اتصال تسديد 60 درجه، اتصال عداوه 180 درجه اللي هي المقابله. من خلال هذه الاتصالات انا كفلكي زي عالم الرياضيات برصدها من خلال ادوات معينه، بقدر اقول لك هيحدث للشخص او للدوله او للمؤسسه الاعتباريه مثلا كنادي رياضي 1 2 3 4 من خلال تواجد واتصالات هذه الكواكب في البيوت الفلكيه المعنيه، لان كل بيت عندي ليه دلالات كثيره، وكل كوكب حسب علم الفلك والنجوم اللي انا بكشف بيه ليه دلالات ايضا كثيره. طيب خليك معايا يا استاذ احمد، عشان برضو زي ما بنسمع راي الفلك نسمع راي الدين. معايا ومع حضراتكم الشيخ سيد زايد احد علماء الازهر الشريف. مساء الخير يا شيخ سيد. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. شيخ سيد، تابعنا في الاونه الاخيره احد السيدات قالت على نفسها انها بتتنبأ بالمستقبل، وكانت قالت بعض الحاجات اللي فعلا حصلت، فالناس حصل لها حاله من الهلع. هل ده من الدين؟ هل في الدين اللي بيقول ان ممكن البشر يعرفوا المستقبل؟ بسم الله والحمد لله علام الغيوب، واصلي واسلم على سيدنا محمد الذي بعث ولم يعلم من الغيب شيئا الا ما اراده الله لحضرته. هذه عقيدتنا يا دكتور، أن الغيب لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. وقبل الحديث لابد أن نفرق ما بين علم الفلك الذي نحترمه ونقدسه، لأن الله يقول الرحمن علم القرآن، فالذي يبحث في علم الفلك ماجستير ودكتوراه ويمضي في هذه المسائل العلمية التي تحترم في ظل التشريع الإسلامي، نقول هذا علم. هل يستطيع عالم الفلك يا مولانا إن هو يتنبأ؟ عالم الفلك نعم نحترمه. لا يستطيع إنه يتنبأ بأحداث؟ عالم الفلك يستطيع أن يتنبأ بأحداث من خلال عالم الفلك لا يتنبأ إلا بالمسائل الطبيعية، مثل زلازل ستحدث أو براكين أو أمطار أو درجة حرارة اليوم. هذا علم
لأنه مبنية على أبجديات تحترم في ظل التشريع. لكن التنبؤ بالأحداث لا. علينا امرأة كهذه مع احترامنا لشخصها، وزي ما شفت حضرتك يملى عليها وتكتب أو يكتب لها ثم تقرأ بحجة أنها وصلت إلى درجة من الصفاء والنقاء وأحلام اليقظة. يا دكتور، ليس لدينا في الشريعة الإسلامية امرأة يوحى إليها عشان نقول تنبأت فهي نبية، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ولم يقل القرآن الكريم نساء. هل يحدث مثل هذا في التشريع الإسلامي؟ نعم، وهذه من همزات الشياطين. إلا من استرق السمع، شياطين يركب بعضهم فوق بعض، وكانوا يصلون إلى الجو، إلى الفضاء، إلى قبيل السماء، فينصتون ويستمعون إلى ما يحدث بين الملائكة، فينزلون ويوحون كشياطين لأتباعهم وأقرانهم مثل هذه الأمور. لذلك جعلت السماء مزينة بالنجوم ورجما للشياطين. نسأل نحن كمسلمين هل نعتقد في مثل هذا؟ لا، لأنه كذب المنجمون ولو صدقوا، وكذبوا ولو صدقوا لو جاءت صدفة. ثم معاليك بثقافتك وعقلك ومنطق لو استمعت إلى مقالته من أمور، هي تأتي بأمور فضفاضة، هي تدرس أو هناك من يدرس من الناحية تغيير المناخ والظروف المناخية. كنا نتوقع أن يحدث الزلزال والبراكين والفيضاء، فهي لم تحدد شيئا معينا، إنما سيحدث كذا بناء على كذا، ثم يموت ملياردير أو مليونير أو ما شابه. وخرج علينا قبل هذا أخونا الأستاذ أحمد شاهين ضيفه، وقد شرفت بمناقشته في بعض القنوات لما قالوا أنا كمان تنبأت بأن ملكة بريطانيا ستموت. الأعمار بيد الله، نعم كانت ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فيا معالي الدكتور، آن الأوان لعقولنا كمسلمين كمصريين كعرب أن نؤمن بأن الغيب لا يعلمه إلا الله. طيب. سيدنا سليمان عليه السلام لما أمر بتعذيب بعض الجن وكان نبيا للجن والإنس ووقفوا زي ما بنقول انتباه، لما مات سليمان متكئا على عكازه ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءته. فلو كان الجن الذين يستعين بهم هؤلاء وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أنا الآن ألا نسمع. خليك معايا يا شيخ سيد برضو ناخد الجانب الآخر. خليك معايا ناخد الجانب الآخر. أستاذ أحمد اتفضل. أيوه أستاذ أحمد، الشيخ سيد زايد من علماء الأزهر بيقول إن ممكن بنحترم علم الفلك، إن بس علم الفلك يعني يقول لنا ممكن يحصل زلزال بركان علشان ده بيبان من خلال المجرات اللي هي الفلكية يعني، لكن مش بنتنبأ بموت حد أو مثلا حرب أو ما شابه ذلك. ردك إيه على الكلام ده؟ أنا بختلف مع فضيلة الشيخ سيد، وأنا بالفعل شوفت بأن أنا كنت معاه في لقاءات كثيرة بخصوص الملكة إليزابيث، هو والكلام ده كان قدامه. أنا تنبأت كمان مش بمجرد موتها، أنا حددت التاريخ، قلت هتموت في شهر نوفمبر. طب إزاي يا أستاذ أحمد بنحدد تاريخ وفاة شخص والغيب ده ما يعلموش غير ربنا؟ لا، في فرق بين الريب المطلق والريب النسبي. الريب المطلق علم الساعة، أما الريب النسبي اللي هي الحاجة المخفية ومنها الموت دي بقدر أعلمها، بقدر يعني أعرفها من خلال علم الفلك والنجوم. ثانيا هو بيقول الفلك التقليدي، أنا بقول في طب اللي خلاك تنبأت بموت ملكة بريطانيا، طب ما أنت أكيد تبقى عارف ميعاد موتك إمتى. المشكلة يعني المعضلة في التوقيت، يعني السر الصنعة كلها مش في ان هي ماتت، كمان التوقيت. طيب ما انت برضه رد على، يعني انت دلوقتي المفروض انا كده صدق، يعني خلاص انا مصدقك، فانت اكيد عارف انت هتموت امتى. طبعا ده اكيد انت عارف الميعاد. والشيخ سيد زايد قلت له هتموت امتى يومها، ويومها انا اعتقد ان هو ما نامش يومها. يمكن يا معالي الدكتور انا استاذن في المداخله مع احترامي للاستاذ احمد شاهين. احنا بعد ما خلصنا الحوار انا قلت له هو اصلا ثانيه يا استاذ احمد نسمع الشيخ سيد. طب يا جماعه سمعونا الشيخ سيد. اسمعني يا اخي الكريم. اتفضل يا شيخ سيد. يا مولانا انت هتموت في الحج، انا حضرتك السنه دي ربنا من عليا في الحج وديني بكلمك ما متش. انت يمكن بتكلمنا من عالم الاخر. كلام هراء، هذا كلام عبث طبعا. لا هو علم. كان مصطفى محمود رحمه الله يقول هذا عبث علمي. أيوه. هذا عبث. انا بكلم حضرتك اهو. استاذ احمد شاهين قال لي انت هتموت في الحج في اراضي مقدسه.
ربنا اكرمني وحجيت ورجعت وانا بفضل الله. بس هو ما حددلكش انهي سنه، هو قال لك في الحج يا دكتور الاعمار بيد الله وما تدري طبعا، ونعم نفس بالله ماذا ونعم تكسب بالله غدا ونعم بالله وما تدري نفس باي ارض. ونعم بالله. طيب استاذ احمد. ايوه. طب ايه رايك، ما احنا في اختبار على الهواء، انا هموت امتى؟ لو كان الامر سهل كده يا سيدنا الفاضل ما كانش حد يقوله. دي محتاج برضه حضرتك علم فلك وهندسه فلكيه، محتاج اخد البيانات، برسم الهيئه الفلكيه زي ما عملتها الشيخ سيد مثلا او زي ملكه بريطانيا من خلال البيت الثامن بيت الموت، بقدر احدد اتصالات فلكيه وتقنيات. طب هل ده بيتعرف من العلم الفلك؟ انا ما بستركش السمع زي ما بيقول الجن، انا مش كاهن بسترك السمع. لا ما اقصدش، خليني أنا بحسب. لا هل يا ترى بالحسابات الفلكيه بتقدر تعرف الكلام دوت، يعني بالحساب الفلكي؟ طبعا. ما هو يا استاذنا الفاضل، الناس يعني كل واحد عالم في مجاله. انا يعني علم الفيروسات انا بالنسبه لي عالم مخيف وبعيد مش فاهمه، لكن بالنسبه للدكتور متمارس فيه سهل. يعني ايديه في الموضوع، انا بالنسبه لي الموضوع سهل، بقدر اتنبأ وانا سايب ايديا، ليس كهنه وليس جن. الناس اللي يقول لك عندها الهام، الناس اللي تقول لك عندها بتستاق السمع، الناس اللي في قاعده تقول لك هيحصل وهتضرب او في بيها كذب. انا مش مشكلتي ان هم كذابين وبيستاقوا السمع، لان الجن بيلقي يعني حقيقه من السماء ومعها 1000 كذبه ومعها 1000 كذبه. ثم ان هناك 3 انواع من استراقات السمع لم يقفل الباب الا اللي هم الجن اللي كانوا بيستاقوا من السماء. طب هل الموضوع ده مرتبط بعلم الجفر؟ انا برضه باحث في علوم الجفر والارقام. الله ينور عليك، الموضوع ده جميل جدا. الفلك بيعتمد على هندسه فلكيه في التكاثر والنجوم، علم الجفر بيعتمد على معادلات معينه، علم الحرف والارقام اللي هم علم اولياء الله الصالحين او علم اهل البيت. من خلال معادلات معينه الحروف بحولها لارقام وبعمل لها بسط وتكسير او تقديم وتاخير بهذا العلم، يعني بموضوعات هذا العلم بيطلع لي الاجابه صريحه جدا جدا لا لبس فيها. مثال، انا حددت تواريخ، يعني انا تنبؤاتي يا سيدي الفاضل كلها مش فلك بس، فلك وجفر وارقام. انا محدد مثلا تواريخ بالظبط هتحدث الايام القادمه، زي ما شهر 9 حددته وقلت المغرب وقلت شهر 9 في احداث. طب ايه اديني يعني اهم تنبؤ انت متنبئه في الفتره اللي جايه؟ انا عندي تواريخ محدده. انا الشام، لبنان، سوريا، الاردن، تمام. اعاصير اوروبا هتتبهدل اكتر من افريقيا الفتره القادمه. انا عندي تاريخ محدد يمكن في مصر شهر ديسمبر القادم، ده الجفر ظهر فيه شهر ديسمبر لما سالت عن احداث مصر الفتره القادمه. شهر ديسمبر اللي هو الميلاد اللي جاي اللي هو بعد 3 شهور هيوافق شهر تقريبا جمادى الثاني او رجب. في احداث مصريه ستحدث خاصه بمصر. مكه والمدينه انا بقول ان هناك احداث جسام، قد تكون اعاصير، قد تكون فيضانات، قد تكون سيول ستلحق بمكه او مكه والمدينه. طب انت مش كنت صاحب تنبؤ انتقال محمد صلاح لاتحاد جده؟ مش انت كنت صاحب تنبؤ انتقال محمد صلاح لجده؟ لاتحاد جده؟ لا مش انا قلت مسيرته هتنتهي مع ليفربول. انا بالعكس قلت عمر محمد صلاح وكنت معين عمره هيتنقل لجده، لان انا ما الفلك برضه بيكتب في النوايا، صح ولا مش صح؟ انا شايف ان دي كانت لعبه وتمثيليه. طيب خليك معايا يا استاذ احمد، خليك معايا استاذ شيخ سيد. الشيخ سيد عايز اسالك سؤال. ما يقال مع احترامي لمعاليك، انا هسالك يعني انا اربأ بمعاليك في هذا البرنامج الحقوقي المهذب ان تضيع. على فكره ده لسه هنتكلم قانونا عن المساله دي. شيخ سيد بعد اذن حضرتك، لما قال لك الاستاذ احمد عشان برضه المشاهد يعي هذا الامر ويفهمه، يعني هل يا ترى تاثرت بالكلمه اللي قالها لك وانت بتحج؟ افتكرتها ما افتكرتهاش؟ هذا الكلام حضرتك يا معالي الدكتور، هذا الكلام عليه شهود، كان المذيع والمخرج هو قال لك. لا انت بقى حصل لك ايه هناك في لا في الحج افتكرت؟ لا في الحج انت افتكرت الكلام ده؟ افتكرته في الحج؟ على أبدا لم يتعلق بذهني، لأننا نحن أكبر من هذا وأعقل من هذا. لا يعلم متى ينتهي العمر إلا خالقنا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إنما أتدخل في أمور الذات الإلهية، وكل ما تسمعه معاليك من أخينا هذا ومن الأستاذ ومن غيرهم إنما هي أمور فضفاضة. نعم تغيرات مناخية،
والعالم كله يتحدث عن التغيرات المناخية، أو نمسك جزئية في السياسة في بلد معين زي ما زي هلال رمضان. ما احنا دلوقتي هلال رمضان بنعتمد على الفلك. نعم، نحترم الفلك، نحترم العلم. طيب الشيخ سيد زايد عالم من علماء الازهر الشريف، شكرا جزيلا لهذه المداخله الجيده. استاذ احمد، ايوه، انا هستنى بقى شهر ديسمبر وهكلمك في ديسمبر، هشوف بقى هيحصل حاجه ولا مش هيحصل باذن الله ان شاء الله. استاذ احمد شاهين عالم من علماء الفلك، شكرا جزيلا لهذه المداخله. طيب هو انا جبت الموضوع ده ليه؟ اتفتحته ليه؟ ما هو انا برنامج قانوني زي ما قال الشيخ سيد. خليني اقول لك بقى، هل يا ترى مفيش تنظيم قانوني لمثل هذه الامور؟ يعني احنا المفروض ان مثلا انا اعرف ان لابد ان يكون هناك، مش عايز اقول رقابه على الكلام اللي بيتقال او الكلام ده كله، لان طبيعه الحال لازم انت تبقى متنور، تبقى فاهم الكلام ده صح الكلام ده غلط، انت تقبله او ما تقبلوش، بس بيأثر على الناس. يعني انا متابع حركه الناس في الشارع في موضوع ليلى عبد اللطيف، لقيت الناس متاثره وبتتكلم في الموضوع، بتتكلم فيه كتير، بس الكلام ده مش مظبوط، لان لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي ادانا العلم، ربنا اللي قال العلم هو يحرك الامور بالشكل الفلاني كذا كذا، يعني ربنا اللي ادانا الاداه اللي احنا بيها نصل لبعض الامور، ده ربنا اللي اداها لنا. لكن القانون ملوش دخل، لابد ان يكون هناك تشريعا يجرم اللي بيحصل، لان ده انا اعتبره ازدراء للدين. انت يا راجل طالع بتتكلم في مواضيع، اي ما يكون الشخص، انا ما بتكلمش عن ضيفي الاستاذ احمد شاهين، اي حد بيتكلم فيما يخالف شرع الله لابد ان يحاسب، لان الموضوع مش عارف لو بيتكلم كده وحريه راي لكن يؤثر، لكن لو انت اللي رايح